المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم ومن الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء والمستهل بالعناوين. تنفيذ 90% من برامج إقليم شمال البحر الأحمر. دورة مهنية لمنتجي الخضر والفاكهة في هيكوتا. تنظيم معرض للأشغال اليدوية في أسمرة. تحقيق أمريكي يقول إن هجوم منشأتي النفط بالسعودية جاء من الشمال. روسيا وأوكرانيا تتفقان مبدئيا بشأن إمدادات الغاز لأوروبا. ومسلح يهاجم مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في موسكو. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في 18 و19 من ديسمبر الجاري في مدينة مصوع عن تنفيذ أكثر من 90% من البرامج الموضوعة لعام 2019. وأوضحت التقارير المقدمة في مختلف المجالات عن تنفيذ برامج تنموية شملت بناء وصيانة مشاريع المياه ومؤسسات التعليم والصحة وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. ففي المجال الزراعي أشار التقرير إلى تنفيذ أعمال تنمية المياه الجوفية واستقرار البيئة وبناء الحفائر والسدود وتقديم بذور محسنة بحوالي 500 كنتال للمزارعين وزراعة مساحة تبلغ 22 ألف هكتار بأمطار الهضبة والمنخفضات. وأوضح الاجتماع عن إحداث تغيير أساسي في المؤسسات الصحية وتوفير التجهيزات والدواء وجهود منسقة لاستغلال الثروة البحرية وتوظيفها لمصلحة الشعب والوطن وبناء خزانات مياه سعة 30 إلى 140 متر مكعب من المياه في عتشومة وماحبر ودونغول العلاي وصرت وحسد. وقال المشاركون في الاجتماع أن البرامج المنفذة خلقت دافعا قويا للبرامج المستقبلية. وأوضح حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو في الكلمة التي ألقاها عن تحقيق نتائج مشجعة بتضافر جهود المواطنين والمؤسسات الحكومية، وإن برامج عام 2020 ستمنح الأولوية لبناء وصيانة الطرق وأنشطة إصلاح مساقط المياه في مديريتي جندع وشعب وتجميع القرى وبناء خزانات لتجميع المياه في نقفة وأفعبت. تلقى الناشطون في تنمية الخضر والفاكهة بمديرية هيكوتا بإقليم القاشبركة تلقوا دورة مهنية تمحورت حول التنمية الناجحة وخاصة عملية الإنتاج والتوزيع. وناشد مسؤول وحدة تنمية الخضر والفاكهة في الإقليم السيد مولوغيت حاجوس في الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا، ناشد المزارعين لاتباع إرشادات الخبراء الزراعيين في عملية الشتل والإعداد وتوخي الحذر، باعتبار أن عملية تنمية الخضر والفاكهة تتطلب الحذر والوعي ومنح اهتمام أكبر ولها علاقة مباشرة مع الصحة البشرية. من جهتهما قال كل من مسؤول فرع البذور في القاشبركة السيد غويتوم هيل ميكائيل وخبير وقاية النباتات السيد نأمن يعبيو إن على المزارعين إدراك التأثير الذي يحدثه الأسلوب الذي يتبعونه في كمية ونوعية إنتاجهم وصحتها. وأوصيها المزارعين لاستخدام المضادات الحشرية باستشارة الخبراء واتباع أسلوب علمي لتقديم وإعداد إنتاج جيد إلى جانب الجهود الجارية لمضاعفة الإنتاجية. بدوره قال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية هيكوتا السيد يوناس يوسف إن المديرية هي إحدى مناطق الإقليم التي تشهد أنشطة الزراعة المروية، مشيرا إلى أن الدورة المقدمة للمزارعين تساعدهم في توخي الحذر أثناء اختيار البذور وطرق الإنتاج والتوزيع للخضر والفاكهة تخلق دافعا قويا في التنمية المروية. وقال الدارسون إن المعلومات المهنية المكتسبة تعزز معارفهم وتجاربهم داعين لنشرها إلى كافة المزارعين معدة بأسلوب يستفاد منه كمرجع وتجهيز المضادات الحشرية بكميات كافية. افتتح في أسمرة في 20 من ديسمبر معرض للأشغال اليدوية أعدته المرأة بمناسبة العام الجديد، ويشتمل المعرض الذي افتتحته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية أمام مبنى وزارة التعليم مشغولات الجلود والأخشاب والسعاف والنسيج وغيرها. ويأتي المعرض مواصلة للمعارض التي ينظمها فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم منذ عام 2012. وأوضحت الفنانة نجست جبر مسقل من منظمي المعرض إن معرض هذا العام يختلف عن سابقيه لإعداد المعروضات من المواد الموجودة بالجوار ومحليا وتهدف للتعريف بموارد وثقافة المجتمع الإريتري. وأكد المشاركات في المعرض على الاستعداد لتطوير قدراتهن بالعمل التأطيري.
هذا ويستمر المعرض حتى 31 من ديسمبر الجاري. أوضح الاجتماع التقييمي لمديرية السجنيتي عن تنفيذ أعمال فعالة لحماية التربة وحفظ المياه هذا العام، وأشار الاجتماع إلى بناء خزاني مياه وبناء مدرجات في أكثر من 122 هكتار بالأحجار و64 هكتارا من المدرجات الترابية هذه السنة. وقال مسؤول الزراعة في المديرية السيد إياس أسفاوي إن أسراب الجراد التي ظهرت في شهر نوفمبر الماضي تم السيطرة عليها دون أن تحدث أضرارا بتضافر جهود السكان وقوات الدفاع وخبراء الزراعة، لكن المحصول الزراعي لم يكن حسب التوقعات. وذكر مدير مديرية السجنيتي السيد تخل برهان محرة آب أهمية التقييم لوضع البرامج. طلب سكان منطقة بدة بمديرية قلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر الجهات المعنية لتقديم المبنى الجديد للعيادة في المنطقة خدمات صحية بوتيرة متسارعة. وفي تصريح أدلوا به لوكالة الأنباء الإريترية قالوا إن معظم أجزاء العيادة التي أصبحت خارج إطار العمل بسبب غزارة الأمطار قبل عدة أعوام، وأنجز 90% من عملية بنائها قبل توقفها منذ فترة، لذلك ناشدوا الجهات المعنية لإكمال المهمة في وقت وجيز وبدء الخدمات الصحية. من جهته قال مسؤول العيادة الممرض محمد عبد الله محمد إن العيادة تقدم الخدمات الصحية المتمثلة في خدمات الولادة ما قبل وبعد الولادة والتطعيم والفحص الطوعي، إلى جانب حملات التوعية والندوات والسمينارات الصحية. ومع اكتمال المبنى يمكن توسيع هذه الخدمات. وتقدم عيادة بدة الخدمات الصحية لمناطق ريميلي وسيموتي وبوليلي والعين بدة والحا ريغالي. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. قالت الولايات المتحدة إن أدلة جديدة وتحليلا لحطام الأسلحة المستخدمة في هجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 من سبتمبر الماضي تشير إلى أن الهجوم جاء من الشمال على الأرجح، مما يعزز تقييمها السابق الذي يقول إن إيران كانت وراء الهجوم. وفي تقرير مبدئي عن التحقيق اطلعت عليه رويترز قبل عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجرت واشنطن تقييما يقول إن إحدى الطائرات المسيرة عبرت موقعا على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب أهدافها. وأضاف أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران. لكن التقرير أشار إلى أن ذلك التحليل الذي أجري على حطام الأسلحة لم يكشف بشكل قاطع عن موقع انطلاق الهجوم الذي تسبب في البداية في خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى النصف تقريبا. وتلقي الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بمسؤولية هجمات 14 من سبتمبر على إيران. توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق مبدئي لنقل الغاز إلى أوروبا وفق ما أعلن مسؤولون، وذلك قبل انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي بينهما مع نهاية العام. ويأتي نحو 18% من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر أوكرانيا، ما يرتب ضغوطا إضافية على الاتحاد الأوروبي للتوسط لإبرام اتفاق جديد. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفكوفيتش إنه بعد يوم من المحادثات في ألمانيا مع وزيري الطاقة الروسي والأوكراني توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ. والعام الماضي زودت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم زودت أوروبا بأكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومر نحو 40% منها عبر أوكرانيا، ما يكسب البلاد نحو 3 مليارات دولار في العام من رسوم النقل. وتشمل أنابيب الغاز الروسية مشروع نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى مضاعفة كمية الغاز التي تصل إلى ألمانيا. فتح مسلح النار على مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في وسط العاصمة موسكو في إطلاق نار نادر. قال جهاز الأمن إنه أسفر عن مقتل أحد موظفيه على الأقل. ووقع الهجوم بعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأثناء تحدثه بالكرملين في مناسبة مخصصة للاحتفال بعمل الأجهزة الأمنية.
وقال مصدر مقرب من جهاز الأمن الاتحادي لرويترز إن الجهاز يشتبه في أنه جرى التخطيط للهجوم ليتزامن مع خطاب بوتين. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي وهو الجهاز المعني بالأمن الداخلي إنه حيد المسلح ويعمل حاليا على تحديد هويته، ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم. وظهرت لقطات عيرة نارية من بندقية آلية تضرب جدران المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الاتحادي في ساحة لوبيانكا بوسط موسكو. أعلن موقع فيسبوك أنه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه. وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للنشر الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحيث لم تعد متاحة. ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم. وقال منظمون أمريكيون في وقت سابق هذا الشهر إن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أناليتيكا التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها. انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.